بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، وهو ترميم قطعة أثرية على مستوى دار حسن باشا في القصبة السفلى في العاصمة. دار حسن باشا هو قصر في القصبة السفلى، بني سنة 1791 بأمر من حسن باشا. يتميز أسلوب القصر بأسلوب جزائري ومخطط بناء جزائري، بفناء أو بهو مركزي تطل عليه غرف وقاعات القصر، بشرفات مزينة بعقود وأعمدة رخامية، عقود محاطة بالزليج الجزائري بلونه الأخضر والأبيض ومزين بزهرة القرنفل، وأعمدة رخامية ذات شكل لون، وتيجان منحوتة بزخرفة نباتية يتوسطها هلال، وأرضيات رخامية على شكل خلية النحل. عملية الترميم هذه عبارة عن إطار زجاجي محاط بزخرفة نباتية، وهذه القاعة اسمها قاعة المرايا. تمتاز بديكور إسلامي جزائري في قمة الروعة والجمال. الآن في هذه العملية أقوم برفع الزخرفة على طريقة الورق الشفاف، وأقوم برسم كل تفاصيل هذه الزخرفة. لنقلها بعد ذلك إلى واستنساخها على الجزء المتضرر بعد ملئه بالجبس. نقوم بطباعته على الجزء الجبس الذي ملأناه، ثم نقوم بنقشه أو نحته كما كان في السابق. هذه العملية دقيقة جدا، ويجب أن يكون الشكل الذي استنسخناه يشبه تماما الشكل القديم. عملية الترميم هذه قمت بها منذ مدة طويلة، في قصر حسن باشا، وهي على كل حال كاختبار في مناقصة وطنية. هذا هو الجزء المتضرر، قمنا بإزالته، ثم ملء الفراغ بالجبس، ثم نقوم بنسخ الزخرفة التي استنسخناها لنقشها مجددا كما كانت في السابق. وهذا هو الشكل النهائي لهذه الزخرفة بعدما تم ترميمها. أتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم. شكرا جزيلا.